أحلى صباح، أحلى ريوق اليوم، أحلى ريوق، أحلى ريوق ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى ريوق. السلام عليكم. في هذا الفيديو مواطن كويتي يثير قرف رواد مواقع التواصل بتناوله الديدان الحية على الفطور. قبل مشاهدتك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنعرف عدد الأصدقاء في هذا المقطع. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمواطن كويتي يضع الديدان ضمن نظامه الغذائي. وفقا لمقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر المواطن الكويتي وهو يتناول وجبة الفطور، حيث ظهر أحد الأطباق مليئا بالديدان ليقوم بوضع عدد كبير من الديدان داخل الساندويتش الذي احتوى على الجبنة والسلطة. حسب الفيديو، لم يتوانى المواطن الكويتي عن أكل الساندويتش، حيث زعم أن طعمه لذيذ جدا كونه يحتوي على فيتامينات سي وبروتينات، مطالبا الجميع بأكل الديدان. أحلى صباح، أحلى ريوق اليوم، أحلى ريوق، أحلى ريوق ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى ريوق، أحلى ريوق، أحلى ريوق. تاخذ شوي من الديدان وتحطه هني. يا سلام. أحلى تسكر كذا. أحلى ريوق. شوفوا 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 الدودة. شوف الدودة هاي. لذيذ جدا. هاي كلها فيتامين سي، بروتينات. شدوا حيلكم بارك الله فيكم. كل يوم الصبح صحة وعافية. تسبب ما قام به المواطن الكويتي بموجة غضب واستياء كبير من قبل المغردين ورواد مواقع التواصل الذين وصفوا ما يفعله بالقرف، في حين أكد البعض أن ما قام به هو من أجل الاستعراض والشهرة فقط. ما رأيكم أصدقائي في هذا الفيديو؟ هل تشجعون تناول الديدان خلال الوجبات الغذائية؟ سنرى ذلك في تعليقاتكم. شكرا لكم. الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.